إذا رفعت درجة حرارة جسم إلى 3 أمثال فإن قيمة الحرارة النوعية رفعت درجة الحرارة النوعية دي قلنا عليها إيه؟ مش قلنا عليها مقدار ثابت، مش اما يتغير إلا بنوع المادة أو الحالة الفيزيائية أو الكتابة. ما رحناش بعيد، نجيب كتاب الشرح أهو. والله ما رحنا بعيد. أهو الحرارة النوعية خاصية مميزة تختلف باختلاف نوع المادة والحالة الفيزيائية، غير كده مش هتتغير. يبقى أنت تقول 4 أمثال، 8 تمثال، 10 تمثال، يبقى أقول لك تظل ثابت، يبقى الإجابة ألف. 9 ألف. طب 10، أي مما يلي يؤثر في الحرارة النوعية اللي ما يأثر فيها والله مش الكتلة ولا كمية الحرارة ولا الحالة الفيزيائية، يبقى الإجابة د. أهو الحالة الفيزيائية ونوع المادة. تمام. 11، الجدول التالي يمثل الحرارة النوعية لأربع مواد. 4 مواد. إيه حرارة النوعية كده، بي حرارة النوعية كده، سي حرارة النوعية كده، دي حرارة النوعية كده. قال لك فإنه عند تسخين هذه المواد الأربع بنفس كمية الحرارة، في أي منهما ترتفع درجة حرارته بمقدار أكبر. استنى، الحرارة النوعية بتاعت إيه؟ والحرارة النوعية بتاعت بي، والحرارة النوعية بتاعت سي، والحرارة النوعية بتاعت دي، كلهم هياخدوا كمية حرارة بنفس المقدار، يعني كلهم هياخدوا كمية حرارة مثلا 5 كلهم. مين فيهم بقى اللي هيديني درجة حرارة أكبر؟ تقول لي استنى، اللي هيديني درجة حرارة أكبر، والله اللي هيديني درجة حرارة أكبر أكيد اللي عنده حرارة نوعية أقل. بس كده. مين أقل واحد فيهم في الحرارة النوعية؟ أقل واحد في الحرارة النوعية مين؟ اللي هو إيه؟ يبقى الإجابة ألف. تاني، الحرارة النوعية مع درجة الحرارة علاقة عكسية. الحرارة كبيرة، اللي درجة حرارته كبيرة، اللي درجة حرارته كبيرة، اللي درجة حرارته كبيرة، حرارته النوعية صغير. ماشي. 12، يوضح الشكل البياني المقابل للحرارة النوعية لأربع مواد. لا احنا ننزل تحت هنا. يوضح الشكل البياني المقابل للحرارة النوعية لأربع مواد. تمام ماشي. لهما نفس درجة الحرارة، كلهم ليهم نفس درجة الحرارة، فأي مما يلي يعبر عن الترتيب الصحيح لهذه المواد حسب درجة حرارتها النهائية اللي هي تتنين يعني، وذلك عند تسخينهم بنفس المصدر الحراري. يعني كلهم هيتسخنوا بنفس المصدر. طب استنى، انت اما تقول لي هنا حاطط لي هنا، خلي بالك حاطط لك هنا حرارة نوعية وهنا المادة. طب مين أكبر حرارة نوعية؟ أكبر حرارة نوعية دبليو. مين بعد الدبليو؟ والله العظيم أكبر حرارة نوعية بعد الدبليو الواي، بعد كده الزد، بعد كده الإكس. هتبقى إكس أهو اللي هي أصغر واحد، بعدها زد، يعني إكس أكبر من زد أكبر من واي أكبر من دبليو. تمام؟ ركز تاني في السؤال. الحرارة النوعية هي الأكبر ها، عايز ترتيبهم على حسب مين؟ الحرارة، درجة الحرارة. تمام؟ يبقى فاكر الإجابة بتاعتك هنا الإكس أكبر من زد، الإكس أكبر من زد، والزد أكبر من واي، وأخيرا الدبليو. إكس أكبر من زد غلط، إكس غلط، يبقى جي، يبقى الإجابة جيم يا غالي. رقم 13 بيقول لك يوضح الجدول التالي التغير الحادث في درجة الحرارة بين فلزان إكس وواي لو نفس الكتلة. ماشي. عند تسخينهم بنفس المصدر الحراري لفترة زمنية. بص يا معلم، قال لك الفلز إكس والفلز واي درجة حرارتهم الابتدائية كانت 10 هما الاثنين، لكن الحرارة النهائية ده بقت 30 وده بقت كام؟ 20. يعني إكس هو اللي زاد أكتر، إكس زاد أكتر من واي، إكس زاد أكتر من واي فين؟ في درجة الحرارة. يبقى والله الحرارة النوعية لإكس هي الأقل، لأن عكسية. الحرارة النوعية لفلز إكس أكبر غلط، الحرارة النوعية لفلز ما تساويين غلط، الحرارة النوعية لفلز إكس ضعف لا غلط، هي أقل. ده لا، الحرارة النوعية لفلز إكس أقل من الصح كده، العلاقة عكسية. رقم 14
كتلتين متساويتين من النحاس. ركز 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 ركز، قال لك الكتلتين من النحاس. نحاس نحاس، ماشي يا قلبي، يعني نفس المادة، يبقى حرارة النوعية مش هتتغير. درجة حرارة الأولى 30، ده 30، إنما ده كانت 60. أنت درجة حرارتك قليلة يبقى حرارتك النوعية أكبر، درجة حرارتك أعلى. ماشي. قال لك عند إلقاء كل منهما في إناء به شمع، فإن العين الأولى تغوص في الشمع بشكل أكبر من العين الثاني. طب بالراحة، أنت معاك هنا شمعة ومعاك هنا شمعة. شمع لما يحط في عيد الميلاد ده، وما يتحط مثلا لما النور يطفي الكلام ده. ماشي. حتة نحاس سخنة هترميها أنت هنا في الشمع، فهتسيحه، هتسيحه هنا. طب مين اللي هيغوص أكتر؟ اللي هيغوص أكتر اللي عنده حرارة أكتر. طب مين اللي عنده حرارة أكتر؟ النحاس في العين 2. إنما هنا بيقول لك فين بقى؟ فإن العين الأولى تغوص أكتر. لا، المفروض العكس، دي غلط. ب، الحرارة النوعية للعين الثاني أكبر. بس أنت ما تقول لي الاتنين من نحاس، يبقى هما اتنين الحرارة النوعية مش هتتغير. غلط. ج، متوسط سرعة ذرات العين الأولى أقل من متوسط سرعة العين الثانية. متوسط، صح دي؟ ليه صح؟ خلي بالك السؤال ده على درجة الحرارة. تعال هنا أهو، بص يا قلبي، تعال بص هنا. يزداد متوسط سرعة جزيئات المادة، وبالتالي لما يزداد متوسط الطاقة مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع درجة الحرارة. يعني الحرارة لو كبيرة يبقى طاقة الجزيئات هتبقى كبيرة، يبقى المتوسط بتاع سرعة الجزيئات يبقى كبير. تمام؟ طب تعالى أنت معايا هنا، هو بيقول لك إن عندك في رقم واحد العين واحد درجة حرارتها قليلة، يبقى والله متوسط السرعة بتاعتها قليل، لأن المتوسط بتاع السرعة مع درجة الحرارة علاقة طردية، يبقى فعلا دي صح. جيم صح. رقم 15، يوضح الشكل المقابل التغير الحادث في درجة حرارة ثلاث مواد لهم نفس الكتلة ودرجة حرارة ايه؟ ماشي، يعني تي واحد لهم قد بعض والكتلة قد بعض. ماشي، عند اكتسابهم نفس كمية الحرارة، حلو، خدوا كمية الحرارة قد بعض. في أي مما يلي يعبر عن الترتيب التنازلي، يعني من الكبير للصغير، حسب حرارتها النوعية. استنى، حسب حرارتها النوعية، يبقى والله العظيم الصغير في الحرارة يبقى هو الكبير في الحرارة النوعية. هو مديك هنا الحرارة، ماشي، درجة الحرارة ده أكبر واحد، يعني هرتب دلوقتي الترتيب اللي هرتبه ده على حسب درجة الحرارة. عندك إيه أكبر من سي أكبر من إيه أكبر من بي، عفوا، ده حسب درجة الحرارة. هو عايز الترتيب على حسب الحرارة النوعية، يبقى تعكسه، يبقى بي أكبر من سي أكبر من إيه. دي الإجابة يا معلم، لأن علاقة عكسية، اكتبها عندك. فين دي بقى؟ بي أكبر من سي أكبر من إيه، يبقى الإجابة بقى. حلو. يلا بينا يا غالي نخش على كمية الحرارة ونحل مسائل. يلا بينا، ورقة وقلم وتعالى معي. هنا سؤال رقم 16 بيقول لك ما كمية الحرارة المصاحبة لتسخين قطعة من البلاتين. يعني هو هنا عايز شايفين؟ عايز الكيوبي، مديك الام ما تساوي كام؟ تساوي 30 جرام بالجرام. حلو، مش هنحول. إذا ارتفعت حرارتها من 10 إلى 22، يعني تي واحد ب10، تي 2 ب22. ركز يا ولد، تي 2 ب22. ماشي، يعني من الآخر الدلتا تي أما تساوي 22 ناقص 10 ما تساوي 12، دي اللي هستخدمها. ومديك الحرارة النوعية اللي هي سي بكام؟ ب0.133 جول لكل جرام سيليزيوس. ماشي يا عم، خلاص أنا عارف القانون يا عم. القانون بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الكيوبي بتساوي الام في السي في الدلتا تي. الام معاك 30 مضروبة في
السي اللي هي بوينت 0.133 في دلتا تي اللي هي 12 اللي هي 22 ناقص 10. اعمل ده على الآلة، على الآلة. 30 في 1.33 في 12 هتطلع معاك ب 47.88. 47.88 دي موجودة هنا، 47 علامة 8. تمام؟ يبقى ألف، الإجابة بتاعتك ألف. 17 كمية الحرارة المصاحبة لتبريد، قال لك تبريد ماشي، كمية من الرمل كتلتها كده ماشي، كمية كتلتها يبقى الام بتساوي كام؟ الام 70 جرام، 70 جرام. حلو، مش هنحاول. إذا انخفضت درجة حرارتها، ركز يا ولد، قال لك انخفضت، يبقى دي الدلتا تي وبإشارة سالبة بمقدار 4، يبقى والله الدلتا تي بسالب 4، سالب عشان انخفضت، والأربعة ده عشان المقدار اللي مديه. علما بأن الحرارة النوعية كده مديك السي بالجول لكل كيلو جرام. كيلو جرام مش جرام، يبقى هنحولها دي بكام؟ ب48 ماشي. طب ده احولها، عشان احول من الكيلو جول للجول، يعني من الكبير للصغير، كنت بضرب في 1000. تمام؟ طيب تمام ماشي. يلا يا عم، يلا نحل. عايز مين هو؟ عايز كمية الحرارة، يبقى الكيوبي. ما تقول يا الكيوبي يا عمي. اما تساوي الام في السي في الدلتا تي، اما تساوي 70 في 48 في 1000. الألف بتاع التحويل في الدلتا تي اللي هي بسالب 4. اعمل ده كله على الآلة، يبقى الإجابة بتاعتك هتبقى جيم يا غالي. سالب بالسالب مش بالموجب، يبقى الإجابة جيم. تمام كده. خش معانا بقى على رقم 18. بيقول لك عينة من النحاس، مديك الحرارة النوعية بتاعتها سي، اكتسبت كمية الحرارة مقدارها كده، ده كمية الحرارة اكتسبتها، يعني ده الكيوبي ماشي. فارتفعت درجة حرارتها بمقدار كده، ارتفعت، يبقى الدلتا تي بمقدار موجب. فإن الكتلة، عايز الكتلة، تقول له حاضر يا عم. كتلة والله الكيوبي بيساوي ام في سي في الدلتا تي، يبقى الام هتساوي كيوبي على سي في الدلتا تي. ماشي، بس خلي بالك من الوحدات، خلي بالك من الوحدات. مديك هنا السي مظبوط، لكن كمية الحرارة هي بالكيلو جول بقى. كمية الحرارة بالكيلو جول، أنا عايزها بالجول، عايزها بالجول يبقى أضربها في 1000، يبقى هتساوي مدالنا بكام؟ مدالنا 160 بس بالكيلو جول، هحولها للجول هضربها في 1000 على السي مدالنا بكام؟ بزيرو 0.385 مظبوط. في الدلتا تي، الدلتا دي بكام؟ الدلتا دي ب7 وبالموجب، خلي بالك بالموجب ماشي. يلا يا عم على الآلة. 160 في 1000 على 0 علامة 385 في 7، هتطلع بالرقم ده كام؟ 5.9.3.6.9 علامة 2، كل ده بالجرام. طيب هل الرقم ده موجود؟ يلا ندور عليه. جرام؟ لا ده غلط، لا مش ده. هو طالع معاك باليونت، يعني بوحدة الكتل الذرية اتوميك ماس يونت، يبقى لازم احول هنا. يبقى احنا هنضطر كده نروح فين؟
نروح لكتاب الشرح نشوف التحويل. ركز معايا بالله عليك، خلي بالك اهو التحويله اللي قلت لك عليها هنحتاجها يا قلبي. اها هتحول انت من الجرام لمين؟ للاتوميك ماس يونت كده. هتضرب في عدد افوجادرو اهو 357 في 10 أس كام؟ 28. يبقى الإجابة ده يا قلبي. اكتسبت قطعة من المعدن إكس كتلتها كده. خلاص يا عم اقلب يا عم. ماشي، مديك الإم بكام؟ الإم ب 400 جرام. حلو. كمية من الحرارة كيو بي مدالي بتسعة 9.360 جول عشان نحول. فإذا ارتفعت درجة حرارتها من 20 لكده ل 80، يعني التي واحد كانت ب20، التي 2 كانت 80، يعني الدلتا تي تساوي 80 ناقص 20 اللي هي 60. ماشي يا مستر انا فاهم والله. عايز ايه الباشا؟ قال لك عايز السي اللي هي الحراره النوعيه. خلاص يا عم القانون بتاعه ما يقول لك ايه؟ اما تقول لك ان الكيو بي اما تساوي اما في سي في دلتا تي، عايز ده يبقى يساوي ده على اللي معاه. السي يساوي الكيو بي على الام في الدلتا تي، شيل وعوض. السي هتساوي كيو بي معانا 9.3 مش عارف معانا اللي على 6 0 على الام 400 في 60. هيطلع معاك الكلام ده كله بكام؟ 9.360. لا هنعمل شرطة الكسر أحسن. 9.360 على 400 في 60 هيطلع معاك بالتسعة وياه ب39. خلي بالك 39 جول لكل جرام. 39 لكل جرام. هو جايبها 39 من 100. بص خلي بالك طلع 39 من 100 بس المفروض بالجول لكل جرام، انما في الف واخدها لك بيه بقى. ركز بالجول لكل جرام، يبقى دي غلط. يبقى تبقى جيم. انا حولت، خلي بالك حولت. ماشي. 20 سخنت عينة كتلتها 4/1000 كيلو جرام. يلا نكتب الام ب4/1000 كيلو جرام. حولها يا عم للجرام، يبقى نضرب في 1000 واضرب في 1000 يبقى ب4. ماشي كمل. من معدن درجة حرارته 19. ماشي. فامتصت كمية من الحرارة من قدرها كده. كمية الحرارة اللي هي كيو بي كانت كام؟ 4.3/2. ماشي جول. مظبوط. فأصبحت درجة حرارة المعدن 31، يعني التي 2 كانت 3.1، إنما التي 1 كانت كام؟ كانت 19. ماشي. فما هو نوع المعدن؟ عايز اعرف مين نوع المعدن ده. خلي بالك بقى انت في القانون ده لو بصيت هنا في المسألة ناقصك مين؟ الحرارة النوعية. فهو مديك الحرارة النوعية لكل معدن، فانت هتاخد كل الحرارة النوعية بتاع كل معدن وتجربها في القانون. اللي هتديك الكمية دي، اللي هتديك الكمية بتاع الحرارة دي، يبقى هي دي المادة. تمام؟ يلا نجرب. ناخد أول واحدة مثلا، نمشي من هنا، نمشي من العكس هنا، مش هنيجي من هنا. ناخد الكربون ده. هذا القانون بتاعي كيو بي اما تساوي ام في سي في الدلتا تي.
ام ب4 مضروبة في السي اللي احنا هناخدها من هنا بكام؟ 71 في الدلتا تي اللي هي 31 ناقص 19. 3 1 ناقص 19 اللي هي 12. هتطلع كام؟ يعني 12 في 4 في 0.071 طلع معاك ب34. ما طلعش الرقم ده يبقى دي غلط، مش هتنفع. يبقى رقم الكربون دي غلط، يعني دي غلط. طب يلا نجرب اللي بعدها، الألمونيوم 9 من 10. 9 من 10 همسح بس ايه الرقم ده، 9 من 10 طلعت اهي 43.2 بس، يبقى هي دي بتاعتي. يبقى المعدن بتاعي هنا الألمونيوم، يبقى الإجابة جي. شفت ازاي؟ سهلة يا قلبي. 21 عينة من الزئبق كتلتها كده، ماشي. عينة من الزئبق اديني، يبقى دي الام كام؟ 155 جرام، ماشي. احنا في 21. اكتسبت كمية من الحرارة مقدارها كده، كمية يعني كيوبي كام؟ 5700 جول، حلو. فما مقدار الارتفاع؟ مقدار الارتفاع يعني عايز الدلتا تي ولازم تكون بإشارة موجبة عشان قال مقدار ارتفاع، يعني عايزها مقدار الإشارة الموجبة. علم مدى الحرارة النوعية كده، مديك الحرارة النوعية اللي هي سي ب 0.14 جول لكل جرام سيليزيوس، مفيش تحويل. طب ما أنا عارف إن الكيو بي أما تساوي ام في السي في الدلتا تي، يبقى الدلتا تي تساوي كيو بي على الام في السي. شيل وعوض يا غالي. كيو بي بكام؟ باربعة، لا عفوا، الكيو بي بكام؟ ب5 7 0 0 على السي اللي هي 0.14 في الام بكام؟ الام 1.55. لازم نطلع بإشارة موجبة، لازم. 5 7 0 0 على علامة 0 1 4 في 1.55 اهو. 262 67 262 67 262 67 يبقى الإجابة جي. الدنيا سهلة يا قلبي والله. 22 جسم معدني كتلته كده تاني اهو، يبقى دي الام كام؟ 100 جرام. درجة حرارته كده، بس أنا مش عارف ابتدائي ولا ابتدائية دي. وضع في ماء ساخن، ماشي، فاكتسب كمية من الحرارة مقدارها كده. خلي بالك الكيو بي مديها لك بكام؟ ب100 بس بالكالوري، الكالوري. خليك فاكر عشان هنحولها دلوقتي. فما درجة الحرارة النهائية؟ يعني هو عايز التي 2، يبقى التي 1 هو مديها لك بكام؟ ب30. واكيد مديك الحرارة النوعية اللي هي سي بكام؟ ب24 من 100 جول لكل جرام سيليزيوس. حل. انا لسه جاي لها. عشان تجيب التي 2 لازمك تجيب الدلتا تي، ماشي. عايزين نجيب الدلتا تي احنا في الاول. هجيبها ازاي الدلتا تي؟ هجيب الدلتا تي من القانون اللي فوق ده، هقسم الكيو بي على الام في سي. بس استنى، انا عندي الكيو بي بالكالوري لازم احولها. تعال نفتح الكتاب اهو اللي كنت عمال اقول لك عليه. هحولها من الكالوري للجول من الكالوري اروح للجول، يبقى هضرب في 4 و18. يبقى هنضرب 100 في 4 و18 هيديك 418. خليك حافظها بقى انا هنستخدمها. يبقى انا هجيب في الاول الدلتا تي اما تساوي كيو بي على الام في السي.
والله الكيو بي يبقى ب 418 على الام بكام؟ ب 100 في السي ب 24 من 100. يلا يا عم كلتك الحلو. 418 على 100 في 0 علامة 24 هتطلع معاك ب 17 و41. لمين دي؟ للدلتا تي سيليزيوس. انا بقى عايز تتنين. تتنين ده ليه قانون لسه جاي لك عليه والله اهو. تتنين لما يساوي الدلتا تي زائد تي واحد تساوي الدلتا تي زائد تي واحد. الدلتا دي بتاع 17 و 41 زائد 30. يبقى الكلام ده كله زائد 30 هيطلع 47 و 41. 47 و 41 موجودة دي ولا مش موجودة؟ 47 و 41 وفي 6 ماشي. يبقى الإجابة بتاعتنا ده رقم 23. خلي بالك الدنيا سهلة والله يا جل. 23 كرة من النحاس كتلتها كده ماشي. يبقى دي الام كام؟ 200 دي ولا 20؟ 200 جرام. اصبحت درجة حرارتها 80. انا مش عارف دي ابتدائي ولا حرارة ولا نهائية. كانت كمية الحرارة المكتسبة كده يعني الكيو بي كانت 4 9 2 8 ده انا بالجول. حلو الكلام ده ماشي. 4 9 2 8 والحرارة النوعية مديهالنا اللي لسه بكام؟ ب 0.385 الجول لكل جرام سيليزيوس. مظبوط. فإن درجة الحرارة ابتدائية يعني عايز التي واحد. يبقى هو مديك التي 2 كده كانت بكام؟ التي 2 ب 80. برضه عشان اجيب التي واحد لازمني الدلتا تي. يبقى اجيب الدلتا تي. الدلتا تي بتساوي كيو بي على الام في السي. يلا شيل وعوض. مفيش تحويلات هنا. الدنيا حلوه. كيو بي بكام؟ ب4 9 2 8 على الام ب200 في 0.385. كام يا ابن الآلة ده كله؟ 4 9 2 8 على 200 في 0.385 ب64. ده مين؟ ده الدلتا تي. طب التي واحد بقى ده بيساوي ايه؟ ده ليه قانون اهو. التي واحد يساوي 2 ناقص دلتا تي. 2 ناقص دلتا تي يبقى 80 ناقص 64. 80 ناقص عنصر يبقى ب16. تطلع معاك بكام؟ ب16. هل موجودة؟ موجودة. يبقى الإجابة ب. صعبة؟ مش صعب. خش هنا 24. عند إذابة مول من نترات الأمونيوم في كمية من الماء وأكمل حجم المحلول إلى كده 1000 ملي لتر. أكمل المحلول 1000 ملي لتر ماشي. انخفضت درجة الحرارة المقدار كده بالراحة بس. مديك الحجم إن هو يتكمل الحجم ل1000 ملي لتر ماشي. مديك الانخفاض في مقدار الحرارة عن الدلتا تي أما تساوي -6. اللي هي سالب يا أستاذ عشان قال لك مقدار انخفاض. فإن كمية الحرارة المصاحبة لهذا الذوبان عايز الكيو بي. قال لك بفرض أن كثافة المحلول 1. فرض أن الكثافة
اللي هي س بواحد. ماشي. طب ما انت معاك كثافة ومعاك كتلة، يبقى والله لازم تجيب كتلة. طيب ماشي يا غالي، هجيب كتلة. أنا عندي الكثافة اللي هي الس لما تساوي الكتلة على الحجم، يبقى بتساوي الكتلة بكام؟ عايزها، والكثافة معايا بواحد، والحجم هنا قال لك 100,000 ملي لتر. 1000 ملي لتر على 1000. أنا عايز ده، يبقى هضرب ده في ده، يبقى يطلع ب1000. دي الكتلة. ماشي. عايز ايه هو بقى؟ عايز كمية الحرارة، أنا عايز الكيو بي. طب ما الكيو بي ما يساوي الام في السي في دلتا تي. الام جبتها ب1000 في السي بقى. السي خلي بالك احنا خدناها هنا، تعال الحرارة النوعية هنا اهي. هنعمل في المحلول اهو مخفف المستوى كده ب4 و18 جول، يبقى 4 و18 في -6. اضرب الكلام ده في بعض كده، 1000 في 4 و18 في -6 ب-25.080. ده رقم كبير جوي. طب هل موجود ده هنا؟ موجود اهو، صح كده، مظبوط. -25.080 مظبوطة خالص. يبقى هي بتاعتك ب.